آثار روح الأعداء الطائفي بين المذاهب والأديان. آثار روح العداء الطائفي بين المذهب والأديان. شوية آثار روح العداء الطائفي بين المذهب والأديان. بتذاكري ايه؟ بذاكر تاريخ المحاضرة السبعة. الوحدة السبعة. المحاضرة السبعة والوحدة السبعة. آثار روح العداء الطائفي بين المذهب والأديان. هتنزلي على الساعة كام؟ 2. هنزل الساعة 7:30 أو 7. طب بعد الفطور. كملي مذاكرة. آثار روح العداء الطائفي بين المذهب والأديان. آثار روح العداء الطائفي يبقى آثار المذهب. تعالوا نشوف هي بقى جابت ايه. جبتي بكام الرز؟ جبتي الرز بكام؟ ب24. انا ما جربتش النوع ده قبل كده يا جماعه، لو حد جربه يكتب لي في الكومنتات ويقول لي هو كويس ولا لا. جبنا عيش النهارده ان شاء الله، هنفطر باميه وبتنجان مخلل ورز ابيض. العيش ما شاء الله النهارده حلو. احنا عشان ما عندناش بطاقة تموين فاحنا بنجيب العيش 27 رغيف ب20 جنيه. دلوقتي هعمله واحطه بقى في الفريزر، بشيل 10 في الفريزر. شايفين يا جماعة الردة عملت قد ايه من العيش؟ هوريكم دلوقتي انا بعمل بيها ايه. بصوا لميتها كده على بعض. طبعا بنضف الرخامة كويس قوي قبل ما بعمل العيش. بصوا لميت قد ايه بقى، حوالي معلقة كبيرة في البطرمان ديت. انا برضو محوشاها بقى من الردة دي، كل ما بجيب عيش واعمله كده بيبقى الردة اللي انتوا شايفينها ديت، فانا بحطها في البطرمان ده وبشيله. نعمل بيها اي حاجة، ممكن نحط معلقة رد على الدقيق، ممكن نعمل بيه نشوي بيه سمك يعني. بستحرم الصراحة ان انا ارمي الردة دي، حرام. بجيب بقى اي حاجة بروح معها وعاملة بيها الردة كده. لو معاكي كارت هيبقى احسن واسهل لك. يلا اعملوا زي كده ونحط الردة الباقة من العيش ديت في بطرمان وشيلوها عندكم. بس ما شاء الله ردة قد ايه. بس انا حاطه الكياس فين بدل ما تبهدلك الدرج بقى وتترمى من هنا لهنا، حطيها كده في علبه انت مش عايزاها، عشان بصراحه انا ساعات بحتاج كده في الكيسه مش بلاقي فبشيلهم ما بلاقيهمش. بص الكيس دي كمان دي كانت كيس بهارات، فقلت اشيلها تنفعني في حاجه، وفعلا عملت توم طحنته وحطيته في كيسه كده من الاكياس دي وحطيته في الفريزر. خلصت العيش وهروح بقى اشيله في الفريزر. انا شايله 20 اهو، كل 10 كيس، ودول بقى 7 هحطهم بقى عشان الفطار، يعني مش هحطهم في الفريزر عشان الفطار. نروح بقى الهيصه ديت اللي عملناها على الصبح. متنسوش بقى تقولولي لو حد جرب بصر الردة بتاعت العيش عملت لي بهدلت الرخام. بس على فكرة لازم تعملوا كده، لان انتوا لو ما عملتوش كده هتبهدل لكم البوتاجاز والارض بقى وايديكوا، وبتبقى حاجة يعني فظيعة الردة ديت. هشيل بقى كل حاجة مطرحها واجيلكوا. رحت السوق يا جماعة عشان اجيب مشمع للدولاب. انتوا عارفين طبعا اللي بتحط في الدواليب ده وكده،
فتخيلوا لقيته بكام؟ لقيت المتر ب45. قلت طب على ايه، طب ما انا هنجيب الكيس الكبيره اللي ما عندي ديت اللي ملهاش لازمه واقصها كده زي ما انتوا شايفين وافردها في الادراج وخلاص كده. ليه يعني 45 جنيه ليه؟ فرشه مشمعات وزي الفل، هما مكلموش ما قالوش حاجه. كل الحاجات ديت هتتروق طبعا عشان العيد، كل سنه وانتم طيبين. بس يعني شويه كده متهيألي لسه بدري تنظيفات العيد عشان حاجه ما تتبهدلش تاني. كمان احنا لسه عاملين عشان رمضان، فشويه كده كمان. عايزه اقول لكم ان الرده وصلت لحد هنا كمان. انا هنا كده بقى خلصت معظم الحاجات بره، وقلت بقى طب على فرح كده اشوفها بتعمل ايه، ولقيتها بتذاكر فعلا. بس انا سامعاها على فكرة برضو من بره عشان لو شافت الفيديو يعني. فقلت اقعد معاها شوية كده اريح كمان عشان خلصت الشقة وخلصت الحاجات اللي ورايا، اقعد بقى لحد ما اقوم اعمل الاكل على الساعة 5 ان شاء الله. الصحافة عربي. البعض المحنة المشتغلة بالاستعمار الخطوة ضده كان من أهم عوامل التقارب بين العرب، فقد أبرز مصالحهم المشتركة وأهدافهم الواحدة ومصيرهم الواحد. وقد شعور العرب بأهمية القومية العربية ووجوب إحيائها وتقويتها. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا هنفطر باميه النهارده. يبقى فالمقادير معانا باميه. الباميه دي جايباها من فتح الله، كان الكيلو ب35، جبت نص كيلو. وهنعمل جنبها بتنجان مخلل. طبعا عايزين بس فلفل وثوم. وادي الطماطم سايباها تفك كده علشان انا كنت حطاها في الفريزر. وادي دوت، طبعا دي مش حلاوه طحينيه، لا ده بصل. انا مخرطاه كده صغير وحطاه في الفريزر عشان كل ما اعوز اخد منه. ناخد بقى شويه بصل. على قد الكميه طبعا اللي احنا بنحتاجها. هيتقفل بقى الباقي دوت ويتحط في الفريزر مكانه. اول حاجه يا جماعه هعملها، هحط البتنجان على النار عشان نقليه. وخدنا دول على قدهم بس كده. هنغسل بقى البتنجان كويس واجيلكوا تاني. شوفوا بقى طريقتي في البتنجان وقولوا لي بتعملوها زي انا ما بعمله كده في الكومنتات ولا لا، ولا بتعملوه بطريقه تانية. والخلطه اللي انتوا بتحطوها على البتنجان بتبقى ايه هي؟ تحبوا كمون مع الخلطه ولا لا؟ بس كده هنروح بقى نحمرهم واجيلكوا تاني. الحوا يا جماعه هاتوا الثوم الجديد دوت عشان تخزنوه قبل ما يخلص. كنت جايبه الكيلو بكام يا بوسي؟ كنت جايبه كيلو الثوم بكام؟ حلو والله. عايزين نجيب كميه بقى ونعملها في الكبه ونحطها في الفريزر.
بصوا بقى يا جماعه، هي البصله اول ما تخش كده تدي اللون الذهبي الغامق شويه، تروحوا بقى حاطين عليها عصير الطماطم. تعالوا بقى نشوف البتنجان عامل ايه. وادي البتنجان بتاعنا اهو خلاص اتحمر متهيألي. هشيله بقى وهسيبه لحد لما يبرد، بعد كده نحشيه. فرح هنا بتساعدني وبتطلع البتنجان من الزيت عشان خلاص كده استوى. وادي البطاطس اهي خلاص برضو. بطاطس ايه؟ الصيام يا جماعه، الصيام. ايوه. وادي البصله خلاص كده، وهنحط عليها عصير الطماطم. نحط بقى عصير الطماطم. والبهارات بقى طبعا انا مش هقول لكم هتحطوا ايه، عشان البهارات ديت بتبقى على حسب الاختيار. انا عن نفسي بحط ملح وشويه فلفل اسمر وخلاص كده. وادي الفلفل الاسمر وسنه كمون صغيره قوي قوي قوي، يعني يا دوب على طرف المعلقه. شايفينها ولا لا؟ عايزه احاول ابينها لكم. المهم على طرف المعلقه الصغيره كمان. بس كده تقلبوها بقى وتسيبوها لحد لما تتسبك، وتحطوا بقى عليها الباميه. دلوقتي هنعمل رز ابيض. طبعا حطينا معلقه سمنه عشان تقدح، ويا اما تحطي زيت يا اما تحطي سمنه على حسب اختيارك، يعني انتي بقى زي ما تحبي. ودلوقتي عقبال ما السمنه تقدح على النار، احنا هنغسل الرز بقى كويس. وبكده الطماطم اتسبكت يا جماعه، هنحط بقى عليها الباميه بتاعتنا. نسيبها بقى تستوي وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. كده خلاص خلصنا يا جماعه الاكل، فاضل بس البتنجان. هنعمل الخلطه بتاعته ونحشيه اهو كده. البتنجان اهو. هنلم بقى الدنيا ديت، هنرجع كل حاجه مطرحها. الحاجات دي بقى اللي هيتحط في الفريزر ولا هيتحط في التلاجة، دي بقى مهمة فرح. هتروح ترص كل حاجة في مطرحها. وانا بقى عندي شوية اطباق هروح اغسلهم. دي يا جماعة الخلطة اللي احنا عملناها. عملنا فلفل احمر وفصين توم. هناخد الشوية دول نحطهم على البامية. دخل على السوا بتاعنا. هنحط لها بقى ايه، معلقة حلوة كده من الهريسة اللي احنا عملناها دي. بس هنحط على الخلطة شوية خل، مش كتير. ملح طبعا على حسب الرغبة. سنة كمون صغيرة جدا. نقلب كله مع بعض كويس قوي. وهنحط نص ليمونة.
طبعا يا فرح الباميه ما تتاكلش الا بالايه؟ بالبتنجان المخلل وايه كمان؟ والليمون وايه كمان؟ والرز الابيض. لا، ال ال العيش. العيش. ايوه. قولوا لنا بقى في الكومنتات تحت مين بيحب ياكل الباميه بالعيش ومين بيحب ياكلها بالرز. انتي فرح تحبي تاكليها بالايه؟ بالرز، ولما تبقى بقى بايته بالعيش. انا بقى بموت فيها بالعيش. الرز ده ممكن اخد لي معلقه او معلقتين منهم، لكن انا بقى ايه بهجم بالعيش كده. نحط شويه من السوائل بتاعتها دي بس كده. وادي طبق البتنجان. كده خلصنا البتنجان وخلاص الاكل. الرز والباميه على النار. فاضل قد ايه فرح؟ الساعه كام؟ الساعه 6:03 فاضل يعني بتاع 17 يعني على دقيقة. 6:10 كده ان شاء الله هنغرف بقى ونحضر الفطار وهنعمل عناب كركريه. وكده الرز خلص. عايزه اقول لكم يا جماعه الرز كان تحفه بجد والله. كان كانه كده رز معمر مش رز ابيض. كان حلو قوي ومفلفل كده ما شاء الله. نوع الرز ده حلو قوي بهاتوه. وادي طبعا بطل اليوم النهارده طبق الباميه. ما اقولكمش بقى على جميله. الباميه كده كانت زي الزبده. انا بحب كده لما بعملها بحب اهرسها بالشوكه كده شويه في الحله، بتدي طعم روعه جميل جدا. يعني كان الاكل النهارده ما شاء الله بجد بجد. يعني يلا بكره اعملوا الفطار دوت هيعجبكم جدا. وبكده الحمد لله يا جماعه الاكل كله اتنسف زي ما انتوا شايفين الاطباق كده ما تبقاش فيهم حتى حبايه رز. يعني ما شاء الله اكلنا كده. نزلنا على الاكل هجوم. كنا جعانين لان ما سحرناش امبارح، فقمنا من على الفطار جعانين جدا. فاحنا كده خلصنا. كل واحد فينا بقى بيبقى عليه المطبخ يوم. يعني مثلا انا عملت المطبخ امبارح، بوسي عملته اول امبارح، النهارده بقى دور فرح. بص بقى هي دي الحاجات اللي اتبقت من الفطار. البتنجانية ديت ودوت الليمون هيتشيل طبعا في التلاجة، والتوم ده هحطه في برطمان يكون ليه غطا وهحطه برضو في التلاجة عشان وقت لما عاوز اخده. انا عايزه اجيب التوم الجديد اللي بقولكوا عليه ده عشان نخزنه. بص فرح عملت لي المطبخ زي الفل وعامله لي كمان كوبايه شاي حطها لي هنا. بس انا بحب اشرب الشاي جدا جدا من ايد بوسي. كنت بغلس كنت بغلس على فرح على فكره، لكن هي بتعمل لي احلى كوبايه شاي واحلى فنجان قهوه. الصراحه بحب اشربه قوي من ايديها الفنجان القهوه بالزيت. يعني بخليها كده تطلع من الدرس تروح على البيت طياره كده عشان اقول لها يلا فرح انا راسي مصدعه عايزه اشرب قهوه. الاقيها بقى حبيبه ماما تدخل كده تعملي لي فنجان القهوه اللي هو وتجيبهولي لحد عندي الصراحه. وهو ده كان يومنا يا جماعة. يا رب يكون عجبكم، يا رب نكون خفاف عليكم كده. وما تنسوش بقى حبايبي الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو كومنت حلوة كده منكم. واشوفكم على الف خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، ومع الف سلامة.